السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركائي في النجاح. جود مورنينغ دياكسان. نتمنى تكونوا كاملين بألف خير. هذا الفيديو بغيت نشرح فيه شرح بسيط للناس اللي ما عارفينش كيفاش يدخلوا الحساب ديالهم ديال ايورد دياكسان. فنبدا على بركه الله. اول حاجه اللي غنديرو غنمشيو لبلاصه كرون او الانترنت، غندخلو جوجل بلاصه البحث، غنضغطوا على ايورد دياكسان. فباش انكم كل مره تدخلوا جوجل وايورد دياكسان غنعطيكم واحد الطريقه سهله تبان لكم او يبان لكم الرابط ديال ايورد دي اس ان مباشره. نضغطوا على ثلاثه النقاط اللي كتبان لكم فوق على اليمين، غتهبطوا لتحت تلقاو اجوتي ا ليكرون داكوي او اضافه الى الشاشه. فغنخرجوا من الانترنت، غتبان لينا على الشاشه حدا يعني بحال غندخلوا الواتساب فيسبوك، غتبان لنا هنا غندخلوا لها مباشره. فان شاء الله غيبان لكم واحد ثلاثه ديال الخانات كيف ما كتشوفوا. ثلاثه الخانات. الخانه الاولى ديستريبيوتور كود، يعني كود ديال العضويه ديالكم اللي كيكون ملي كتسجلي كتوصلك في الجيميل واحد الكود ديالك فيه 9 الارقام. باسورد يعني الرقم السري ديالك اون فوا كيوصلك الرمز السري في البريد الالكتروني في الجيميل. كتبان لكم واحد تحت رمز التفعيل، كيبان لكم فوق منه اضغط هنا، ضغطوا على هذيك اضغط هنا ودخلوا رمز التفعيل اللي صيفطوه لكم في الجيميل فيه 4 ارقام، والرمز السري كديروه نتوما عباره عن حروف وارقام وعقلوا عليه. دونك انا ديجا مسجله، غندخل كود دو سيكوريتي كل مره كيبدلوا لكم باش يتاكدوا انكم نتوما اللي داخلين، ونضغطوا على اول خانه بالزرق. فانتظروا حتى تفتح لنا الصفحه ان شاء الله اللي غنعطيكم فيها المعلومات اللي كتعلق بكم. فكيف ما كتشوفوا على اليمين عندنا، انا ندير زوم، كتبان لكم الرقم ديال العضويه ديالي مزيان والبلد اللي انت مسجل عليه، المغرب طبعا. في اليسار كيبان لكم ثلاثه الشرطات، هنا غنضغطوا عليهم ان شاء الله. كيبان لكم اول اختيار هو العربيه، ممكن انكم تغيروه لاي لغه بغيتوها. لوحه التحكم، القائمه، عربة التسوق، تسجيل الخروج الا بغيتو تخرجوا من الحساب ديالكم. حنا اللي كيهمنا هو القائمه. القائمه فيها بزاف ديال الاختيارات، ولكن حنا اللي كيهمنا دابا هو نعطيكم كيفاش تشوفوا النقاط ديالكم والشجره ديالكم. اول حاجه غنهبطوا تحت كاينه التسويقي، نضغطوا على تسويقي. ننتظروا حتى تسمحوا لي بالضغط ديال الانترنت. فمن بعد تسويقي غتظهر لكم واحد ثلاثه الاختيارات. عندنا عرض القائمه، عندنا عرض الشجره. احنا اللي كيهمنا حاليا في هذا الفيديو اول مره هو عرض الشجره مزيان. حنا بغينا نشوفوا النقاط ديالنا والنقاط ديال الاشخاص اللي تحت منا. فعرض الشجره غنهبطوا تحت، غيبان لنا الرقم رمز الموزع اللي هو انا، اسم الموزع، الدوله، شحال دخلت او شحال حققت من نقطه انا والفريق ديالي، وشحال من موزع دخلت في هذا الشهر اللي جداد مزيان. كل شهر كيعطيوك عليه المعلومات ديالو. كنهبطوا تحت كيظهروا لكم الناس اللي داخلين عندي او الشجره اللي داخله عندي، فكيبان لكم كل واحد شحال دخل. فاذا بغيت مثلا انا ندخل عند هاد السيده دابا اللي داخله تحت مني، نضغط على اسم ديالها وغيخرجوا ليا شحال حققت من نقاط وشحال حققوا فريقها من نقاط ورمز العضويه ديالها. رجعوا يعني الوراء. المهم كنشوفوا اي واحد جديد راه كيظهر لنا بالاخضر كيف ما كتشوفوا تحت. اي واحد جديد كيظهر لنا بالاخضر كيف ما كيبان لكم تحت، واي واحد ممكن اننا نشوفوا النقاط ديالو وشحال من حاجه حققها. فانا بغيت نعطيكم فقط كيفاش تشوفوا يعني الشجره ديالكم. نقدروا نرجعوا للوراء. كيعطيوكم هنا بي بي في اماونت، يعني يعني النقاط الشخصيه اللي دخلتي هذا الشهر بحد ذاته. بي جي بي في اماونت هنا اعتذر، هنا كيبان لكم يعني النقاط ديال الفريق ديالك. كنهبطوا شويه كنلقاو
اين مرتبه انا، واش ستار دايموند ولا ستار ايجنت ولا ستار روبي. مهم مجموع النقاط المتراكمه اللي كتأهلك للسفريه. كتلقى كاع النقاط اللي جمعتي من بدايه السنه لحد الان. كنهبطوا لتحت كيبان لنا شحال دخلنا يعني ديال بونوس اولا ديال ربح في هذا الشهر، وثلاثه الاشهر اللي قبل، وهاد المساله غنرجع لكم لها ان شاء الله باش نشرح لكم اي واحد بغى الربح ديالو كيفاش يحتفظ على هاد لي دوكيومون او هاد الملفات. فنهبطوا تحت كيبان لكم التطور ديالكم من شهر من 3 اشهر قبل حتى لهاد الشهر. المهم هذا هو اللي يعني مهم اليوم باش ما نطولش عليكم. اكيد نتمنى يعني يكون الشرح بسيط ومفهوم لدى الجميع ان شاء الله. هذا فقط الفيديو الاول، ونوريكم ان شاء الله اون فوا يدخلوا الارباح في لو 7 ولا لو 8 7 او 8 في كل شهر. يعني الارباح ديال شهر 10 كيطلعوا لك حتى 7 ولا 8 في شهر 11. كل شهر كيطلع لك في الشهر الاخر 7 او 8. نوريكم كيفاش انكم تحافظوا على داك الملفات، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. فضروري انه يكون عندكم هذا الحساب، ضروري يكون عندكم هذه الابليكاسيون، ضروري انكم تراقبوا الجروب ديالكم او الفريق ديالكم، النقاط اللي دخلها واش تاهلوا هذا. فنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. شكرا لكم على حسن الاستماع. اي واحد ممكن انه يبارطاجي هذا الفيديو، نتمنى انه يكون يعني مفيد، ونسال الله عز وجل الاخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.